شكلنا كان احسن الشوط الثاني، ضيعنا ورحنا، بس في الاول وفي الاخر ده تعادل، يعني مش حاجه حلوه. ولسه برضه عندنا غلطات سواء في تمركز اللاعبين او الضغط في نص الملعب. بس للامانه كان في استفادتين او 3 في الماتش ده، زي مثلا ان اخيرا حسينا ان اللعيبه بتموت نفسها في الملعب، بتكلم على الشوط الثاني بس، وان هم خايفين على حاجه وكل واحد بيحاول يطلع كل اللي عنده. والثانيه ان انت بترجع قدام منتخب كبير، حتى لو مش اعلى منك في الكوره قوي بس كبير كاسم. منتخب غانا مش المنتخب الهين، ومنتخب عنده خبرات وعنده لعيبه تقيله، فكون ان انت ترجع قدامه مرتين دي حاجه كويسه جدا، حاجه تديك ثقه، ونقدر نقول كده اللعيبه دخلت البطوله. لكن بقى بالنسبه لثالث حاجه، ان اخيرا قدرنا نلعب من غير صلاح. مش بتكلم على حته ان صلاح مفيد او مش مفيد، دي هتكلم عليها في نص الفيديو. انا بتكلم على حته ثانيه خالص، ان دايما مرسوم لنا كده، خدوا بالكم يا جماعه، صلاح ده لو طلع الناس ده هيتقل منه. والله صلاح طلع والناس لعبت عادي، ومش عادي وبس، ده لعبت احسن شوط في الاربع اشواط اللي لعبناهم لحد دلوقتي في البطوله. يلا مش هطول عليك، معاك احمد مجاهد وحلقه جديده من بلاي ميكر. يلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. تعالى بس كده، لان انا حرفيا مش عارف هل النتيجه دي تبسطني ولا المفروض ان انا اكون زعلان. ما انا برضو في الاول وفي الاخر فاضل لي جوله واحده ومعايا نقطتين، وبنسبه كبيره الماتشات الثانيه في المجموعه هتحدد سواء بقى ترتيبي في الصعود او اذا كنت هصعد ولا لا اصلا. فده مش حاجه كويسه خالص. لكن لو بصينا لها من الناحيه الايجابيه هنلاقي ان التعادل قدام غانا، غير الكلام اللي انا قلته في بدايه الفيديو، احسن من ان انت كنت تخسر من غانا. هتقابل كاب فيردي، حتى لو كسبتها كان ممكن ما تصعدش ولا اول ولا تاني. فالواحد مشاعره متلخبطه كده ما بين تشكيل سيء، شوط اول سيء وتعادل، وما بين ان انا شفت لعيبه بتموت نفسها في الملعب، شفت لعيبه عجبتني وشكرتها بعد الماتش، وتعادل برضه. ما هو التعادل وحش والتعادل حلو، يعني لو بصيت له من ناحيه قبل ما اخش الماتش او ككل، لا التعادل ما يبسطنيش، لكن بعد اللي شفناه في الماتش لا التعادل بسطني. فسيبك من اللخبطه دي وتعالى اما نبتدي بالتشكيل اللي ابتدى بيه منتخب مصر. مبدئيا كده تشكيل مش عاجبني، ما كانش عاجبني. سيبك من انا شخصيا، تشكيل كان وحش. اتكلمنا على الثلاثه اللي بتوع نص الملعب اللي فيهم النني رقم 6. فيا عم الحاج يا بركه، انت ظالم الراجل ده وظالمنا معاه، مش بتاعته. وفي سبرنت كده في اول الماتش بين قد ايه النني سرعته وضغطه وشراسته في نص الملعب ما تاهلوش انه يلعب في المركز ده. لو انت مثلا بتلاعب النني، اصلا مش شايف لها ميزه غير دي، يعني مش حاسس ان انت بتلاعبه غير عشان الحته دي. لو انت بتلاعب النني عشان هو لاعب بيعرف ينزل وسط المساكين وانت بتطلع بالكوره، ويعرف يستلم بظهره ويعرف ينقل الكوره عشان اطلع بيها، انت ليه مش عامل حساب النني في المركز ده والكوره جايه علينا؟ الماتش ده برضو عدى بالستر زي ماتش موزمبيق. النني الضغط، الشراسه، التقفيل في الحته دي مش بتاعته، مش ملكه عنده. وده شفناه في الجول الاول، الراجل بيستلم على ال 18 وسط 3 4 وشاط مرتاح. كل اللي اتعمل من النني انه وقف قدامه صداد في حته زي دي من رقم 6. لا يا باشا ما بنقفش خالص. وضيف على كده نفس الكلام اللي هرجع واقوله، البدايه بمحمد حمدي كباك ليفت. برضو انا مش لاقي اي حاجه عجباك في محمد حمدي غير ان هو ما شاء الله نفسه جايبه فعلا، هو نفسه زي الفل رايح جاي ما بيقولش لا. بس هو كلاعب انا بشوف فيه عيوب كتيره قوي. يمكن من ناحيته ما حصلش غلطات زي ماتش موزمبيق في الماتش ده، بس قدام محمد حمدي برضو زي ماتش موزمبيق وصل له كور كتيره جدا قدام في نص الملعب بتاع الفرقه اللي قدامنا وتصرف فيها غلط. محمد حمدي بيرفع اول ما يعدي خط نص الملعب، ودي حاجه من اتنين، يا اما خايف وحاسس ان الباك اللي قدامه انا مش هقدر عليه ومش هقدر اعديه ومش هقدر اوصل من اكتر من كده وده اخري، يا اما النقطه الثانيه خايف على ظهره فانا هرفع من هنا عشان لو ردت فيا. وفي الحالتين كارثه. يا اما انا عندي لاعب امكانياته هو مش واثق فيها، او هو بيعترف ان ده اخري انا مش هقدر ازيد عن كده، يا اما الحاجه الثانيه عندي ضعف شخصيه، خايف اخد الريسك. يا عم ده مش ريسك، الكوره معايا وفرقتك طالعه والفرقه كلها راجعه قدامك. وضعف الشخصيه ده اللي اكده لي ان محمد حمدي في كوره كده، هو لعيب غلبان، يعني هو لعيب محترم كده طيب، ودي ما تنفعش. في كوره كده في بدايه الشوط الاول، واحد دخل على محمد حمدي باسفل الحذاء زي ما بيقولوا، فرم له رجله على ال 18 بتاعته، وقع ومسك رجله من خضه اللاعب بتاع غانا اللي هو تقريبا كان جوردن ايو، راح يجري يعتذر للحكم لان هو عارف ان دي طرد داخل بالاستادز في رجل الراجل. لو لاعب عنده شخصيه، لو لاعب دماغه حاضره، لو لاعب زي ما بيقولوا بقى اللي هو اللاعب الدولي الخبره، لا يا باشا انا هفضل ارفص في الارض لحد ما الحكم اضغط على الحكم انه يروح يبص على الفار، والعب غانا ناقصين واحد من اول 10 دقائق في الماتش. لكن انا متاكد ان حتى لو الفار قال للحكم تعالى ده في طرد، هيقول له يا عم الراجل ما اشتكاش، ده الراجل قام يطبطب على الثاني وبيقول له تمام ما تقلقش انت ما عملتش حاجه، صباح الفل واحد اخوات. يعني انا بتكلم في الحته دي، التفاصيل دي
بتفرق، التفاصيل دي تفرق لاعب عن لاعب، حاجات بتبقى زياده كده في اللعب الدولي، حاجات اكتر من الكوره. بيفكر دماغه حاضره، مش بيفكر هو دماغه حاضره في كل لحظه في كل سيناريو. وبالاخص ان انا مش شايفه هو هيتبلى عليه ولا هيرمي بلى، لا ده هي الكوره طرد، الكوره فعلا انا شايفها طرد. وده القانون الجديد اللي هم بيقولوه، اي دخول باسفل الحذاء على قدم اللاعب مباشره كارت احمر، فاقع وخدها. ومن الحاجات برضو اللي انا للامانه اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات وقلت ما يبداش الماتش ده هو حجازي، مش تقليلا منه او عدم ايمان بقدراته او امكانياته، لا انا قلت انا عارف ان حجازي هيموت نفسه، حجازي يعني لو طال يدلنا راسه هيديها لنا في الملعب ما فيهاش اي مشكله، بس ظروفه حاليا ما تسمحش انه يلعب. ومع ذلك لا، حجازي كان كويس بامانه الماتش ده، مش 100%، بس انا قلت لازم اقولها لان انا زي ما قلت ان انا شايفه ما يبتديش، لازم اشكره على ادائه في الماتش ده. مع ان ستيل برضه انا خايف منه، مش خايف من امكانياته، خايف من ظروفه، خايف من اصابته، خايف انه بيلعب 3 ماتشات في تقريبا اسبوع، خايف انه لسه راجع من صليبي، خايف من كل الحاجات دي. فبرضه مشاركته اللي هتبقى الماتش الثالث واللي انا متاكد ان انت هتبدا بيه، يعني انت اكيد مش هتبدا بيه الماتشين دول وتيجي الماتش الثالث تغيره، الله اعلم. هنبقى برضه نازلين حاطين ايدينا على قلبنا، اي حاجه ممكن تعيق حجازي انه يكون المساك اللي احنا عايزينه في الماتش ده. ومن الحاجات اللي لفتت نظري في التشكيله هو اللاعب عمر كمال. عمر كمال ما عنديش اي اعتراض عليه، ما ولا ذكرته بالايجاب ولا بالسلب، لعب ماتش كويس قدام غانا دفاعيا، لعب ماتش كويس دفاعيا قدام غانا، بس في حاجه كده ما اعرفش هل الناس خدت بالها منها ولا انا اللي غلس بزياده. عمر كمال كان كل ما بيوصل، او مش كان كل ما بيوصل، عمر كمال من ماتش موزمبيق من اول ما نزل وماتش غانا ما رفعش كوره بيمينه، او الكوره الوحيده اللي رفعها بيمينه قلشت بره، بخش بقطم لجوه وبعمل بشمالي. هي طبعا ميزه ان الباك بيعرف يرفع بيمينه وبيعرف يرفع بشماله، عشان لو الكوره اتعدلت هنا او هنا بيعرف يتصرف. بس هل هي طبيعي تبقى صدفه ان كل اللي رفعها بشماله، بالذات ان كان في علامه استفهام عن مشاركه عمر كمال في البطوله عشان كان مصاب قبل البطوله؟ فهل دي صدفه ولا هو فعلا مش جاهز ومش عايز يدوس على رجله مثلا ولا ايه؟ الله اعلم. ما بقولش حاجه خدت بالي منها فقلت اقول عليها كده. نوصل بقى لحته النقطه الفاصله. طبعا انا مش هتكلم عن اي حاجه في الشوط الاول، الشوط الاول سيء جدا، كل اللي انت عايز تقوله قوله، تباطؤ في الطلوع بالكوره، تحضير اكتر من لازم، احيانا الكوره ما كانتش بتتحضر، الكوره بتتنقل من باب التنقل، يعني احنا حاجزين ساعه ونص فهنفضل نباصي، واحيانا كان التحضير بطيء جدا. الثلاثه اللي قدام او نص الملعب الهجومي بتاع منتخب مصر بطيء جدا في الظهور للاعب اللي معاه الكوره في نص الملعب او الباكات كله. انا بتكلم على الشوط الاول، فضلنا بالاسلوب السيء اللي يعني عدى بالستر، تحس كده في نص الماتش انت ولا متحمس ان مصر هتجيب جون ولا مقلق ان غانا ممكن تجيب فيك جون، الاثنين كانوا قاعدين بيرازوا في بعض يعني فاهم، اللي يطلع عين الثاني الاول، الى ان وصلنا للحظه الفاصله في الماتش ده، وهي اصابه محمد صلاح وقع على الارض، قال لك يا باشا تعالوا خدوني انا مش مكمل الماتش ده عشان الخلفيه. اللحظه دي انا بقول عليها هي اللحظه الفاصله في الماتش. ليه؟ كل اللي في الملعب اتاثر او مشاعره اتبدلت، سواء جمهور او لاعبين او اللي بيتفرج، كله مشاعره اتبدلت ايا كان ايه هي المشاعر. بمعنى ان مثلا بعد ما اتصاب على طول لبسنا جون، ده اكبر دليل على الحاله اللي كان فيها اللعيبه. احنا هنعمل ايه؟ طب هي هتكمل كده؟ طب هنخسر؟ طب ايه؟ ما قدرناش نمسك نفسنا دقيقتين 3 لحد ما الشوط يخلص. وهل ده عجز من اللعيبه؟ لا، عشان احنا دايما وصل لنا صوره كده ان محمد صلاح ما ينفعش يخرج من الملعب، الراجل ده لو خرج يا جماعه اللي رايح واللي جاي هيلطش فيكم، على اساس ان احنا الفتره اللي فاتت دي ما كانش اللي رايح واللي جاي بيلطش فيه. فاصابه صلاح بالبيست جون، انزل بقى الشوط الثاني، اللي انا متاكد ان الاصابه دي اثرت بشكل ايجابي على كل اللعيبه. المشاعر انت ما تعرفش ده بقى حاسس بايه، خايف، متوتر، مطمن، عشمان، ايا كان، بس التاثير في الاخر على كل اللاعبين كان تاثير ايجابي. ازاي؟ بشقين. كان انا متاكد من ده، كان عندنا نوعين من اللعيب اللي خاف ان صلاح طلع فربنا يستر فالدنيا بتروح مننا فالمجهود هعمله الضعف عشان اللي كان شايلنا طلع، واتمنى ان ما تكونش نسبه كبيره من اللعيبه كان وصل لها الاحساس ده، بس انا متاكد ان كان في على الاقل 1 أو 2 وصل له الاحساس ده. والتاثير الايجابي الثاني او الجزء الثاني من اللاعبين اللي كان وجود صلاح مكتفهم، اللاعب اللي كان شايف ان لا يا باشا انا اقدر، انا لعيب تقيل، انا اقدر اروح واعمل الفارق، بس وجود صلاح كان مكتفني. كل رمي الحمول على صلاح او الحقنا يا صلاح او لا يا باشا انا موجود بس انا مدفون بسبب وجود صلاح في المنتخب. فده بقى عنده غريزه ان انا هموت نفسي عشان اثبت ان الجمله دي صح. والنسبه دي من اللعيبه كانت كتير، اغلبهم الاربعه اللي قدام، تريزيجيه، مرموش، مصطفى فتحي اللي عجبني جدا في الماتش ده. انا دايما طول عمري بقول مصطفى فتحي للاسف مش حاسه اللعيب بتاع التخبيط والدبدبه واللعيب اللي يلعب في افريقيا، مش حاسه اللعيب الدولي.
بدوي بمنتهى الامان. مصطفى فتحي للامانه امبارح احسن من صلاح بكتير، انا مش بشرك ولا بكفر ان انا بقول الجمله دي. مصطفى فتحي هات صلاح شوط كامل مع المنتخب، صلاح ماتش كامل مع موزمبيق، انا مش بتكلم بقى قبل كده، بتكلم على الماتشين دول بس، ماتش مع موزمبيق شوط مع غانا، مصطفى فتحي شوط مع غانا احسن من اللي صلاح عمل. على الاقل الكره وهي في رجل مصطفى فتحي عارف ان هيحصل حاجه، مش هيباصي وخلاص، مش هيخلص من الكره وخلاص، مش هيعلق جوه ال 18 ويريح دماغه. لا يا باشا تعالى انا هاخد الجن ابن العفريت يمين وشمال، لو بلعب قدام افندين هلعب معاه يمين وشمال. فلا مصطفى فتحي للامانه اشكرك على كل لمسه انت لمستها في الملعب. ما كانش خارب الدنيا، بس كل كوره مصطفى فتحي جات له اتعامل فيها بشكل ايجابي، سواء من على اليمين او من على الشمال او كان بينزل يستلم، كل حاجه جات له اتعامل فيها بشكل ايجابي. تعالى بقى على مرموش اللي زي ما تقول كده فكينا له الزمبلك مع بدايه الشوط الثاني. اخيرا عمر مرموش بقى بيلعب كوره. دايما كان بيحاول يثبت لنا ان هو لعيب كويس، دلوقتي بقى بيورينا الكواليتي اللي عنده، وهو ده اللي انا كنت بطالب بيه والله العظيم. العب كورتك، احنا شايفينها وبنتفرج عليك والله، عارفين ان انت لعيب كويس، العبها وريها لنا، ما تثبت لناش ان انت كويس. مش محتاج ده. لما نزل الشوط الثاني وراح يمين وشمال وبدا يشوط ويجرب ويعمل، لا كان مكيفني جدا الشوط الثاني. اول مره ما مسكش على غلطه على مرموش في شوط كامل في اي قرار هو اخده. نروح بقى لفتيله المنتخب اللي مهدور حقها على مدار الكام سنه اللي فاتت، تريزيجيه. الراجل نزل شقلب لك الماتش، والله العظيم انا كنت عارف اول ما صلاح اتصاب قلت ده هينزل تريزيجيه وهيقلب الماتش. فاجئت انه نزل مصطفى فتحي للاسباب اللي انا قلتها، بس مع بدايه الشوط الثاني لا انت تمام مصطفى. وكان كل خوفي انه يطلع مرموش. شفت يا مرموش انا وصلت ايه؟ انا خايف تطلع في الشوط الثاني بعد اول ربع ساعه، كان كل خوفي انه يطلع مرموش عشان ينزل تريزيجيه. كيفني قوي. تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي انت عملتها صح، او تاني حاجه انت عملتها صح. الاولى هي نزول مصطفى فتحي، الثانيه ان انت تسيب مرموش وتريزيجيه في الملعب. تريزيجيه نازل او بيلعب بمبدا انا هعمل اللي عليا والنتيجه دي مش بتاعتي، دي بتاعت اللي خلقني. الجون الاول باخد الكره بحاول اعدي من الراجل قطعها مني، فانا اللي عليا ايه؟ ان انا اقف اتفرج؟ لا اضغط. طب انت بتضغط على راجل في نص الملعب وسط رجالته، بتضغط ليه؟ فكر فيها كده. ما اعرفش، بس انا المفروض اضغط. ضغط الراجل، لعب باص مع ان الراجل مرتاح تماما، لعب باص غلط، اسيست المرموش. تمام يا تريزيجيه. كره ثانيه تريزيجيه بيلعب 1 2 مع 3 لعيبه، 1 التو راحت غلط، الراجل بيستلم، الراجل خد الكوره مش بيستلم، الراجل خد الكوره بس ظهره للملعب. تريزيجيه نفس المبدا. انا مطالب مني ايه في الحته دي غير ان اضغط؟ اضغط. ضغط غلط الراجل، خد الكوره بالعرض مصطفى محمد. وده يوصلنا ان احنا نتكلم على مصطفى محمد، المهاجم اللي وحشني والله العظيم، المهاجم اللي بيعافر، اللي ما بيسيبش خط الدفاع ده في حاله، ينكش هنا وينكش هنا. مصطفى محمد انا ما كنتش مبسوط منه في ماتش موزمبيق لعدم ظهوره، بس طول ما انت بتشغل الشغل في النص اللي قدام هتحس بمصطفى محمد. بمعنى ماتش غانا قلبين الدنيا قدام، الشوط الثاني قلبين الدنيا قدام، وناس بتطير من هنا وناس بتروح من هنا وارفع وودي وجيب، انت حاسس بوجود مصطفى محمد. مصطفى محمد مبهدل العيال بتوع غانا، ينزل بدا ويطلع، بدا يستلم، يسند لده، يروح يجرب، قالب الدنيا. ليه اتكلمت على اللعيبه دي؟ عشان بصراحه لازم ادي اللعيبه دي حقها، وضيف عليهم بصراحه امام عاشور الشوط الاول حاجه، الشوط الثاني حاجه مختلفه تماما. سيبك من الكوره، روح. امام عاشور عمل سبرنت في اخر الماتش اللي عمل فيه تاكل ورجع بالكوره من الراجل بتاع غانا ده. السبرنت ده يدل على ان الراجل ده روحه طلعت مات. لو خدت بالك من نص الملعب امام عاشور بدا يشد في الراجل، اقف بقى انا مش قادر اجيبك، او مش قادر اجيبك، انا مش هقدر اكمل معاك. ولما الراجل قرب لل 18، بص بقى حته الروح، قرب لل 18 انا مركز، ما ينفعش اعمل فاول هنا، فللاسف انا هركب رئه ثالثه واكمل معاك. ولما النفس اتقطع انا هعمل اللي عليا، نفس اللي قلته على تريزيجيه، انا هعمل اللي عليا. ايه هو؟ ان انا اقفل عليك الرفعه، ان انا اقفل عليك الدخله لجوه. فنزلت بتاكل، ربنا كرم بان الكره تتقطع ولف وارجع. هقف واطفش؟ لا، هكمل اللي عليا. ايه اللي عليا؟ ان انا هاخد 10 20 خطوه وابتدي العب باص مرتاح مع زمايلي. الكره دي بس توصف لك حاله التحول في الروح وفي الاداء وفي التركيز للاعب زي امام عاشور من الشوط الاول للشوط الثاني. تقول لي بقى والله الحاله دي او الجرينتا اللي ظهرت عند اللعيبه دي ظهرت او كانت هتظهر بوجود محمد صلاح. خروج محمد صلاح ملوش تاثير. تقول لي عشان هم حسوا ان هم خافوا ان الماتش بيروح منهم، خافوا ان احنا بنخسر وبنطلع من البطوله، او عشان خرج صلاح والنني فاللعيبه خدت راحتها وبقت تلعب صح عشان العدل. ايا كان السبب، انا شفت تحول من الشوط الاول للشوط الثاني. اتمنى ان اللعيبه اللي عملت التحول ده هي اللي تبتدي ماتش كاب فيردي. اتمنى ان انا العب باثنين في نص الملعب بس، حمدي وامام، مش محتاج اكتر من كده. والله العظيم الدفاع مش بالكتره، الدفاع بالعقل، باللي يلعب صح، باللي يركز. حمدي وامام، والعب لي بالاربعه اللي قدام زي ما هم. عايز تلعب بيهم بقى واحد يمين واحد شمال، ومرموش بيجي من تحت مصطفى محمد، تمام. عايز تلعب
ويلعب بمرموش يمين وتريزيجيه شمال ومصطفى فتحي يحرك الدنيا يلعب بلاي ميكر من تحت مصطفى محمد، مفيش كلام. بس انا اتمنى 2 في نص الملعب ديفندرات والاربعه اللي قدام زي ما هم. بس هو ده كل اللي انا اتمناه في التشكيله بتاعه الماتش اللي جاي. اللعيبه دي عملت حاله كده وفي ثقه في النفس عند كل لعيب فيهم. الشوط الثاني ده فرق معاه 100%. كل لعيب كان في الملعب في الشوط الثاني فرقت معاه 100%. اوعى تكسر الثقه دي عندهم، اوعى توقع العزيمه اللي وصلوا لها. وضيف على كده انا اصلا عايز انزل قدام كاب فيردي بشكل هجومي من اول ثانيه. انا مش هستنى ظروف، انا مش هجيب جون وانام عليه، انا مش هجيب جون في اخر ثانيه، لا بطلنا الكلام ده. انا انزل من اول دقيقه راكب وعايز اجيب الاول والثاني والثالث والرابع، عشان كاب فيردي في ماتشها قدام موزمبيق اللي لسه ما اتلعبش لو كسبت فهي كده معاها 6 نقط. انت بتنافس غانا على الصعود وغانا هتلاعب موزمبيق، او لو موزمبيق كسبت كاب فيردي هيبقى موزمبيق معاها 4 نقط وكاب فيردي 3 وانت نقطتين، فالدنيا هتتعقد. او لو كاب فيردي اتعادلت مع موزمبيق هتبقى داخله لك ب4 نقط وموزمبيق نقطتين زيها زيك وغانا نقطه. كله ليه امل في الصعود، اللي يكسب هيصعد. فعشان كده ايا كان سيناريو الماتش الثاني بتاع كاب فيردي وموزمبيق ايه، انا لازم العب قدام كاب فيردي على المكسب المريح اللي يديني ثقه وانا صاعد من المجموعات واللي يزود ثقه اللعيبه دي في نفسها تاني. انا لحد دلوقتي ما برميش الفوطه لاكتر من سبب. بحس في الكوره كده ان انت لو رميت الفوطه بدري وفقدت الثقه في حد ولسه في امل، دي مش حاجه كويسه. وتاني حاجه ان انا افتكر ان البطوله اللي فاتت مصر بدات تلعب من دور ال16. 3 ماتشات في المجموعات مصر كانت اسوأ من الاسوأ، بدات تلعب قدام كوت ديفوار. فالواحد لسه عنده امل. يمكن الدنيا عقربت شويه عشان نسترجل من بدري، ما نبداش نسترجل من دور ال16 عشان خاطر ربنا. ماتش كاب فيردي طمنونا اكتر من النتيجه. النتيجه طبعا مهمه بس محتاجين نطمن زي ما اطمنا كده في الشوط الثاني بشكل مؤقت، اطمئنان مؤقت في الشوط الثاني بتاع ماتش غانا. محتاجين نطمن ونرتاح بالله عليكم في ماتش كاب فيردي. وبكده بقى وصلت لنهايه الفيديو. استنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.